وأنا أذكر وأنا صغير كانت فيها امرأة مصابة من جيراننا، مصابة بالكبد، وكان بطنها دائما ينتفخ، وتروح المستشفى كل أسبوع، ويسألونها الناس تروح المستشفى؟ قالت علشان أروح أخرج الماء. وإنها في يوم من الأيام تجيها بدوية شافتها وشافت حالتها مسكينة، عيونها صفراء وكبد، يعني سبحان الله. الكبد هو المختبر في الجسم، يعني هو مختبر كامل الكبد، لأن كل شيء من اللي ناكله وكل شيء من اللي يروح للكبد، والكبد هو اللي صرفه. فقالت لها أنا بعطيك وصفة، أبغاك تأخذ لك حبوب ذفاء، ما كانوا يعرفون خردل. نعم. حبوب ذفاء حوالي كيلو، وتسحقينه وتعجنينه مع ماء دافي، وتخلينه على شكل عصيدة، يعني في كتلة. نعم. وتحطه فينا، وكل يوم على ريق تأخذ لك من هذا مثل البيضة، مثل حبة البيضة. المقدار. ايوه مقدار. تاكلنها، هي بدي عصيدة يعني. نعم. تاكلنها. والله سبحان الله بدأت الماء، كانت تروح كل أسبوع المستشفى، بدأت تروح كل أسبوعين. لا إله إلا الله. وبعد حوالي 20 يوم تروح مرة في الشهر. في الشهر. لا إله إلا الله. ثم شفيت. سبحان الله. ورجع إلى كبدها، وراح صبار لعيونها، شفيت تماما. والله هذه قصة وقعت وأنا أذكرها ولا نسيتها، ولا نسيت هذه القصة. وسبحان الله، يعني لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أحيانا بعض البدو وبعض البدو الرحل وبعض الرعاة ترى يكون عندهم وصفات غريبة.